السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة فيديو جديد ويوم جديد. وقبل ما نبدأ بقى، لو لسه ما اشتركتيش في القناة يلا اشتركي وما تنسيش اللايك والشير. انا طبعا النهاردة الحمد لله كده خلصت زينة رمضان في المطبخ. ما هو طبعا يعني لازم نعمل زينة علشان كده نفسنا تبقى مفتوحة كده للأكل والكلام دوت. حاجة كده يعني ايه جديدة بقى، وتخرجنا عن الروتين اللي احنا فيه. بس بقى فحبيت بقى اعمل لكم كده جولة في المطبخ بتاعي، واوريكم بقى الافكار اللي انا ايه افتكست فيها حاجات، يعني في حاجات افتكستها يعني. هوريكم بقى من اول خالص. عايزة اقول لكم بقى ان انا ايه جبت الرول ده اللي هو الخيامية. عايزة اقول لكم انا يعني رمضان يعني خيامية. فجبت الرول ده اللي هو 5 متر. ده كان سعره 50 جنيه. تمام. هو مستورد، يعني اللي قالهولي يعني الراجل اللي انا اشتريت منه قال لي ان هو مستورد. فمش عارفة كده كده اصلا يعني مستورد او مش مستورد، فهو ايه هياخد وقته وخلاص، اللي هو شهر رمضان ان شاء الله يعني. بس هنا بقى عايزة اقول لكم بقى ان انا من الرول ده عملت الفكرة دي. يعني الرول كده المفروض ان هو مربع. تمام. لحظة اشغل الاضاءة عشان ايه، عشان تشوفوا كويس. على ما اعتقد كده الايه الاضاءة يعني ظهرت الدنيا اكتر. بصوا الرول انا بدأت ان انا افرغه كده. ماشي، هو المفروض ايه زي ما انتم ما شايفين كده ان هو ايه مربع. تمام كده. فانا ايه اخدت ايه بدأت ان انا بالمقص ان انا اشيل كده الاحرف دي. تمام، واخلي الدايرة. وسبت كمان الايه الشكل دوت ايه زي ما هو. تمام. وحطيته زي ما انتم ما شايفين كده في الزاوية بتاعة التلاجة. وحطيت طبعا اللي خرج منها حطيته ايه هنا في النص. وتحت كمان عملت نفس الكلام. اخدت واحدة تانية. ماشي، وتحت بقى خالص خدت ايه حطيت الزاوية التاني. تمام. بس كده. وهنا بقى زي ما انتم ما شايفين كده ان انا لزقت الايه ال- الستيكر. بس انا ما لزقتوش خالص يعني بصوا. انا لزقته من الاربع جوانب دول. تمام. وسبته زي ما هو لان انا اللي تحت دوت يعني ما شلتوش. فانا مخليه لحد ان شاء الله في العيد هغيره اصلا خالص، لان اصلا هو مش عاجبني، مش حلو اصلا يعني. هو طلع خامته يعني رديئة جدا. فايه فقلت خلاص بس شكلي عشان رمضان. فانا حطيت ده كده زي ما انتم ما شايفين، وبالدبل فيس الاحرف بس خدتها كمان عشان هنا في رخامة اعلى من الرخامة دي. فانا ايه برضو رحت لازقة هنا وفي النص وفي الاخر. تمام. هنا بقى ايه هاجي جبت فرع اللي هو المثلثات دوت الخيامية برضو. انا قلت لكم ان انا بحب الخيامية جدا. اخدته كده وقصيت بقى على قد المطبخ كده. وعملت الشكل ايه ده. هنا كان عندي فرع كده في بقى اللي هم الاشخاص كده دي بكار وسمورة فاكرينه. بصوا انا بصراحة مش عارفة ايه مين دول يعني. انا عارفة فنانيس بس. تمام. فلزقتهم بالشكل اللي انتوا ايه شايفينه ده. نيجي بقى هنا للستارة. عملت ستارة تحت الحوض. انتوا طبعا كنت شفتوا قبل كده الستارة اللي انا ايه كنت عاملاها. تمام. وايه فطبعا اشتريت بقى قماش تاني خيامية، كان المتر منه ب40 جنيه. تمام. اخدت بقى الستارة اللي هي القديمة اللي انا كنت عاملاها ورحت ايه عملت عليها. وطبعا بقى زودت لها ايه زي ما انتم ما شايفين اللي هو الايه انا برضو مش فاكرة اسمه ايه، اللي هو الكينار ده يعني. تمام. اشتريت كمان الستارة دي، هي بتتباع كده جاهزة. اخدتها هي ب90 جنيه.
واخدتها ب80 جنيه. تمام. عايزه اقول لكم بقى انا جايباها من مكتبه فيصل، اسمها مكتبه شعبان. تمام. عشان ايه؟ قالوا لي لازم تجيبي اسمنا في الفيديو. تمام. اخدت الستاره دي. وعايزه اقول لكم بقى ان دي مش قماش، ده من الرول اللي انا ايه كنت جايباه. عايزه اقول لكم ان الستاره طويله، طلعت طويله جدا. تمام. زي ما انتم ما شايفين كده طويله. فمش عارفه بصراحه لما اجي بقى اعمل اكل ايه اللي هيحصل فايه يعني هتعامل وهتصرف ان شاء الله. تمام. بس عايزه اقول لكم شكلها جميل جدا وادت شكل حلو قوي، وهي عريضه اصلا، بس انا اللي لميتها كده بالشكل ده علشان تبقى شكلها حلو. بعدين بقى انا عملت ايه؟ عملت هنا كمان في البوتاجاز. انا خايفه بس لحظه كده. عملت كمان دي، اخدتها برضو من الرول وعملتها ايه، فرغتها برضو ورحت ايه حطاها بالشكل ايه ده كده. بس عايزه اوريكم بقى، شايفين البوتاجاز الحمد لله ربنا كرمه. شفتوا الفيديو اللي فات كان ضياع يعني. تمام. هنا بقى بصوا، ما فرغتش بقى الايه ال ال الستيكر. فايه، وهو مربع كده حسيت هيبقى شكله احلى في البوتاجاز. بس فزي ما انتم ما شايفين كده شكله جميل ولطيف وهادي يعني. تمام. اهو شايفينه. بس بقى واخدت بقيه الفرع لان انا كنت ايه معايا فرع واحد يعني. انا جايبه فرع لان قلت مش هعمل فرح يعني ومولد في المطبخ، كفايه اللي ايه اللي فيه يعني. تمام. هنا بقى عايزه اقول لكم ان ايه، في قطعه كده من الماسوره كانت باينه برضو من الرول. انا ايه اخدت قطعه كده ورحت ايه لفاها. تمام. في ايه تاني عايزه اوريه لكم؟ طبعا بقى الفانوس ده يعني ايه، انا حاطاه بس كده للتصوير دلوقتي. ده بتاع مايا بنتي. هو في واحد تاني اللي هو الليزر، بيعمل كده يعني زي اللي هي الديسكو، هي بيسموها اللمبة الديسكو. بس ايه مش كان عايز يتشحن وكده، فايه مرضتش ان انا ايه احطه. قلت بقى ايه يكفي الفانوس بتاع مايا الايكيا. تمام. كمان بقى اخدت ايه فرع النور ده، شايفينه الفرع ده؟ آه لزقته كده، لزقته من تحت المطبخ على طول كده زي ما انتم ما شايفين. تمام. ورحت ايه، ورحت طبعا هنا كان في الفيشة بتاعة البوتاجاز، طبعا مش بنستخدمها، وايه ورحت عاملة ايه الفرع كده. هو طويل جدا، فاخدته كده. وبصوا فوق برضو هتلاقوا ايه، يعني انا حطاه كده. بس فعايزه اقول لكم بقى ان هو ايه مدي اضاءه حلوه جدا والدنيا شكلها لطيف، وحاسه ان المطبخ يعني اختلف 180 درجه. عايزه اقول لكم يعني فعلا يعني اي حاجه بسيطه وبتدي اختلاف جامد جدا وبتريح النفسيه جدا جدا. بس بقى انتوا طبعا الفيديو اللي فات انا وريتكم الايه ال- اللي هو مش اللي فات، اللي هو اللي قبله، وريتكم كده الايه الزينه بتاعت رمضان اللي انا حطاها في الريسبشن بره. بس هو بقى ده كده المطبخ بتاعي زي ما انتم شايفين. عايزه رايكم طبعا، تقولوا لي رايكم ايه فيه، والافكار اللي انا عملتها يعني حلوه ولا مش حلوه. تمام. بس انا عجباني جدا بصراحه، يعني هي عجباني جدا. عايزه اقول لكم ان انا بقى في المفارش، انا كنت قلت لكم ان انا ايه في فكره في دماغي بصراحه، لا ما لقيتهاش لطيفه وما كانش شكلها حلو يعني. فانا بصراحه قلت لا خلاص، ورحت حطاها في التلاجة. فايه طبعا انا مش هعرف ان انا اوريها لكم. تمام. علشان ايه ماما يعني ما تتضايقش او حاجه، عشان انا ما قلتلهاش يعني ما استأذنتهاش. بس بقى هو ده كده المطبخ. عايزه رايكم بقى فيه، تقولوا لي رايكم فيه ايه، تقولي لي الفكره بتاعتي كويسه ولا لا وكده. انا مرضيت، انا كنت يعني عايزه احط تاني فرع نور، بس ايه
قلت هيبقى ايه اوفر قوي ومش هيبقى لطيف. بس بقى هو ده كان فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب. واللايك يا جماعة اهم حاجة، هيتفرق معايا جدا جدا جدا. يعني انتوا مش متخيلين اللايك بيفرق ازاي. بس واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.